بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وفي أحسن حال دايما يا رب. جايلكم النهارده في فيديو جديد، وهنعمل النهارده فطار يوم ال13 من شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين، خلاص الشهر طار يا جماعة. هنعمل النهارده كده ايه، دايما طبعا عارفين الأيام الحلوة بتعدي بسرعة وبتنتهي بسرعة. إيه، نصلي على رسول الله كده. ودي قناتي مطبخ ام عبد الله. لو اول مره تشوفوا قناتي فضلا وليس امرا اعملوا لايك واشتراك وفعلوا معايا زر الاشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد من فيديوهات مطبخ ام عبد الله. هنعمل النهارده فطار سهل وسريع، وهنعمله كده في حله واحده. مش هياخد منك وقت طويل، يا دوبك كده قبل الفطار بساعه هتعملي الفطار بتاعك. مش هياخد منك مواعين كتير ولا هياخد منك وقت طويل. بسم الله ونصلي على رسول الله. وبنقول كده معانا حله وبنحط فيها ماده دهنيه، زيت او سمنه زي ما انت حابه. وهنكون مقطعين كده بصلايتين متوسطين او بصلايه كبيره مكعبات زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. يفضل ان انت تقطعها على ايديكي، بتدي طعم حلو قوي احسن من الكبه طبعا. وبيكون عندي بقى لحمه، يعني ايه مش هنكون يعني على حسب افراد الاسره بتاعتك. انا كنت كان عندي كده نص كيلو من اللحمه، قطعتها قطع صغيره زي ما انتم شايفين. وحطيت السمنه بقى مع البصله، شوحت البصله كده، خليتها يعني ايه صفرتها كده، ما خليتهاش تحمر قوي. وبعد كده نزلت باللحمه بتاعتي عليها، شوحتها برضو كده، ايه خدت صدمه كده، تشويح كله مع بعضه. ونزلت بفصين كده من التوم، يعني ايه نص معلقه توم كده، بتدي طعم حلو قوي. وجبت البهارات بتاعتي بقى، ايه واحده قرفه، واحدة من الليمون المجفف اللومي اللي بنقول عليه، اللي هو ليمون مجفف. وبتكسريها كسرة كده، بتديها يعني ايه فتغة صغيرة كده بالسكينة عشان ايه تطلع الريحة بتاعتها، لانها بتبقى ايه مقفولة جامدة وكده. تمام. وبعد كده بقى بنحط ايه عندك قرنفل، بتحط كده قيمة نص معلقة، او بتحط قيمة 4 5 فصوص كده قرنفل. ونحط البهارات بتاعتنا، فلفل اسمر وكمون وكزبره ناشفه، وشويه كده من الكاري والكركم، وشويه برضو من البابريكا. بتحط طبعا البهارات بتاعتك على حسب الايه الكميه اللي انت هتعمليها. وبحط كمان كده 3 4 ورقات من ورق اللوري، تكوني غسلهم طبعا كويس قبل ما تحطيهم. تمام كده. وبنحط كمان معلقه كده من الصلصه، او معلقه ونص على حسب المعلقه بتاعتك. انا حطيت كده معلقه ونص لان المعلقه بتاعتي مش معلقه كبيره. تمام كده. وبشوح كله مع بعضه كده، واخلي اللحمه بتاعتي يعني ايه تبقى، يعني ما تخليش اللحمه بتاعتك تنزل الميه بتاعتها عشان ما تنشفش منك وتجلد كده وانت بتاكليها. بيكون عندي طبعا قرنين من الفلفل، اللي هو الفلفل الحامي. حابه تحطي فلفل بارد حطي، بس طبعا الاكله دي لما بتحط لها فلفل حامي بتدي لها طعم حلو قوي. طبعا لو عندك اولاد صغيرين ومش بيحبوا الحاجه حاميه، قللي بقى بالنسبه لايه الفلفل الاسمر اللي انت هتحطيه. او هتحطي الفلفل ده، حطي فلفل عادي، ما تحطيش فلفل حامي. تمام. بيكون عندنا بقى الرز بتاعنا، بنكون مجهزينه كده على جنب. الرز بتاعنا ما بننقعهوش، احنا بنغسله وبنحطه على طول. مقدار الميه اللي بنحطها للرز بتاعنا، بنحط لكل كوبايه من الرز بنحط كوبايه وربع من الميه. بنحطش ميه كتير علشان الايه الرز بتاعنا يطلع مفلفل. الرز المصري بنحط له ايه، بنحط له كل كوبايه بنحط لها كوبايه واحده بس من الميه. الرز بتاعنا النهارده رز بسمتي، هنحط له كل كوبايه كوبايه وربع. تمام كده. لو احط مثلا، وبكون عندي بقى ايه بعد ما بحط الحاجات بتاعتي كلها كده مع بعضها واشوحها مع بعضها، بكون عصره قيمه ربع كيلو من الطماطم او نص كيلو من الطماطم. بتصفيها، الطماطم بتاعتي كانت معصوره ومتجمده ومحطوطه في الفريزر، فانا خدت قطع كده صغيره حطيتها مع المكونات بتاعتي وشوحتها كله كده مع بعضه. وطبعا بعد ما بحط الميه بتاعتي بسيب اللحمه بتاعتي لحد ما بتستوي. تمام كده. لو عندك بقى حله الضغط ما بتاخدش وقت طويل يا جماعه، نص ساعه بالظبط بكون الاكله بتاعتك دي بتكون جاهزه. بكون غاسله الرز بتاعي، وزي ما بنقول ما بننقعش الرز بتاعنا. الرز البسمتي ما بيتنقعش عشان يطلع مفلفل معاك، وتطلع الحبه بحبتها كده، ما يبقاش لازق في بعضه. بتحط الرز بتاعك، طبعا الميه لازم تكون مغطيه الرز، وبتقلبي كله في بعضه. وبتحط بقى ايه نسبه الملح بتاعتك. إيه بتعملي المعيار الملح بتاعك. انا حطيت كده ايه يعني معلقه الا ربع او نص معلقه، لان انا مش عامله كميه كبيره من الايه من الرز بتاعنا النهارده. الاكله بتاعتنا النهارده اسمها كبسه يا جماعه، اللي هي كبسه اللحمه. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو فضلا وليس امرا، حطوا لايك واشتراك وفعلوا معايا زر الاشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد من فيديوهاتي مطبخ ام عبد الله. حطيت هنا كده برضو فصين كده من التوم، طبعا قبل ما الرز بتاعي يتشرب الميه. بيديلها طعم حلو، بتديلها ريحه حلوه قوي يا جماعه الخطوه دي. لو مش حابه تحطيها، اكتفي بس بالفصين اللي انت حطيتيهم في اول الايه في اول الوصفه. وانت بتشوحي كده مع اللحمه برضو النتيجه هتبقى كويسه. طبعا بعد ما الرز بتاعك بيتشرب الميه، بنهدي عليه النار وبحط له دي اللي انا كنت حطاها تحت الحله دي. كانت ارضيه حله كده يا جماعه، ارضيه حله استانلس، وبعد كده ايه سقطت منها وقعت فما رميتهاش. تمام كده. فسيبتها احطها، يعني مثلا ايه اكون بردد رز، بردد محشي، اي حاجه من دي.
بحطها تحت الحله كده علشان ارضيه الحله ما تلدعش منك وتشيط، وارضيه الحله يبقى ايه زي اولها وزي اخرها كده، تبقى الحاجه بتاعتك كويسه ومظبوطه تمام كده. كده بقى الرز البسمتي بتاعي او الكبسه بتاعتي استوت ما شاء الله، وزي ما انتم شايفين الرز نازل الحبه بحبته وايه، ومفيش حاجه لازقه في بعضها، ومفلفل ما شاء الله وجميل جدا، واللحمه كمان مستويه معايا. الاكله دي ما خدتش مني حوالي كده نص ساعه او ساعه الا ربع، لان انا مسويه اللحمه في الايه في حله الضغط، ورجعت حطيتها في الحله بتاعتي كده، وكملت تسويه الرز في الحله التيفال تمام كده. لو هتعمليها في الحله العاديه مش هتاخد منك وقت طويل، برضه اقل من ساعه تكون مستويه، لان انت لما بتقطعي اللحمه بتاعتك مكعبات صغيره بتاخدش وقت طويل في التسويه زي ما يكون هتعمليها قطع كبيره او مكعبات كبيره. وبكده اكون خلصت الوصفه بتاعت النهارده. عملنا النهارده كبسه سعودي باللحمه طالعه جميله جدا اهي، وعملنا العصير بتاعنا كده، عملنا كوبايه عصير برتقال. احنا الايام دي في موسم عصير البرتقال، مش لازم تعمليه مجمد، هاتي الحاجه بتاعتك طازه واعمليها طازه بطازه كده، بتبقى حلوه، بتدي يعني بتاخدي فوائدها، بتكسبي الفوائد بتاعتها، يعني ايه بتبقى حلوة كده عما تكون مجمدة. الحاجة لما بتتحط في الفريزر يا جماعة بتفقد كتير من الفوائد بتاعتها. بنعين بقى الحاجة المجمدة ديت للوقت اللي هو مش وقتها، زي ما يكون هنعملها في الصيف وكده، لكن احنا الأيام دي في أيام الشتاء والبرتقال والفراولة وكل حاجة موجودة. هاتي حاجتك طازة بطازة واعمليها أول بأول كده، تستفيدي من الفوائد بتاعتها. وكان عندي شوية كده من السوداني حمرتهم في حبة سمنة كده، وحطيتهم كده على وش الايه على وش الأكلة بتاعتك. لو انت عندك بقى زبيب، لو عندك بقى مكسرات من اللي هي التانية، الحاجات اللي هي الموانع اللي احنا ملناش دعوة بيها دي ملناش دعوة بيها دي، هاتي وحطي زي ما انت عايزة وعلى قد ما قدرت. وكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو فضلا وليس امرا اعملوا لايك واشتراك وفعلوا معايا زر الاشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد من فيديوهات المطبخ ام عبد الله. استنوني في فيديوهات جايه كتيره. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.